مشاهدات، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نشوفوا وصفة رائعة ومميزة. غادي نشوفوا كفتة محشية معمرة، تجي أكلة راقية، نظرتها شابة ولذيذة وخفيفة. شنحتاجوا المقادير التالية. عندنا أولا كفتة فيونداشي هنا مطحونة في البيت. هاد الكفتة طحنتها، درت معها نص حبة بصلة في الغوبو، ودرت معها معدنوس، درت لها الكمون، الملح، الحرار، درت لها ودرت لها مغرف كبيره تاع لا شابلور. دركا غادي نزيد لها تاني اون اوتر كويير تاع لا شابلور باش تكبد لي غايه روحها وتجيني طريه، ودرت لها شويه تاع الشحم. نحتاج ايضا هنا قليت بصله، قليتها في شويه زيت، ودرت معاها لي كورجيت، رابيتهم في لاغاب الصغيره. هنا اختياري الحشو، يعني انا درت خضار اللي تكون عندكم. انا درت كوسه، درت لي كورجيت كابويه، رابيتها وقليتها مع ديك البصله، ودرت لي زيبينار السلك. هنا كي نشريه نغسله، نقطعه ونديره في لاكوكوت، نقص عليه النار، نبلع عليه لاكوكوت ونخليه ان كار دور يطيب لي، ونديره في الكونجيلاتور. ومن نحتاجه نخرجه نقليه مع لي طوماط ومع الزيتون ونقدمه هكاك. ولا لا نبغي ندير به حشوه ما نديرلهش لا طوماط كيما هنا. كي نقلت لي البصله مع لي كورجيت زدته، هو كان طايب، زدته غير باش يدي بنه تاع الزيت، ودرت لي زوليف، زيتون قطعته اخضر تاع الطاجين قطعته رقيق. هنا اللي يبغي يدير تاني جزر يرابيه تاني يديره معاهم ويقليه، ممكن كل واحد ويدير الحشو اللي يبغيه. وهنا عندي حبة بطاطا كبيرة تاني، غليتها في شوية ما ودرتها اون بيوري هكا، مرستها، درت لها ملح وحرور فقط. غادي نخلطها معاها. عندي حبة بيض هادي بنديروها في لا فيونداشي. عندي هاد الفخوماج تاع لي ساندويتش، ممكن ديروا هذا، ممكن ديروا فخوماج غابي، ممكن فخوماج بورسيون اللي متوفر واللي تبغوه. وعندي كيما قلت ملعقه كبيره تاع لا شابلور. هنا في هاد لافارس درت الكرويه باسكو كيما نعرفوا السلق يتماشى غايه مع الكرويه والكمون. وهنا على حسب الحشو تاعكم ديروا لي زيبيس اللي تبغوهم. عندي هنايا نحتاج الى صحن صغير ولا مول هكذا ولا هكا. هنا باش نشكلوا الحبات تاعنا، كل واحد ممكن حتى هذا ونستعملوه، اللي يبغي يدير وحده صغيره وحده كبيره. دوك بعد نوري لكم كيفاه. نمروا اولا الى طريقه التحضير. الاولى نجيب لا فيونداشي تاعي، نزيد لها ملعقه كبيره نتاع لا شابلور، ونزيد لها الحبه تاع البيض. ونخلط بيان هكا. هنا نستعمل يدي باش ندخل لي زانغريديان بيان باهي ينسجموا. هنا ممكن في بلاصه الكفته تاع البقر ولا تاع الغنم ممكن نستبدلوها بالكفته تاع الدجاج ولا بالكفته تاع لا دانت على حساب الذوق. هنا صاي سي بون. هنا عندي بوغ لا فارس ندير هاد لي ليغوم اللي هما كل واحد يدير شابغه اختياريين. هنا درت كيما قلنا بصل، لي زيبينار، زيتون اخضر، وكورجيت، ونزيد لهم البطاطا مطحونه مهروسه. نخلطهم ايضا، نمزجهم مع بعض.
باش يتداخلوا جيدا. ونمروا لطريقة التحضير، طريقة التشكيل عفوا. هكذا سي بون. هنا ندو هاد لو مول تاعنا، هاد لا بتيت اسيت، نشدو لو فيلم اليمونتير، نقلعو قطعه نديروها اون دو باه تجينا غليظه شويه، نحطوها فيه. واللي بغينا نستعملو هذا نستعملو هذا تاع العبار على حساب المتوفر، والشكل اللي بغيناه كبير ولا صغير نيبوزو بيان لا فورم هنايا. من بعد ندو لا فياند هاشي تاعنا ونديرو طبقه هنا في القاع، نديروها شويه اباس، ما نديروهاش رقيقه بزاف باش ما يخرجناش من بعد الجبن ويسيح لنا والخضره. نديرو هنا في لي باغوا تاني. هكذا مليح. ومن بعد الان نديرو الحشو تاعنا، نديرو ملعقه كبيره ولا على حساب لاسيت تاعنا شحال ترفد. نديرو قطعه من الجبن ولا جبن مبشور ولا جبن قطع نفتو ولا دايب هنايا. نديرو شويه هنا وشويه هنا. والان نغطوه هاد الحشو تاعنا. هكذا جيدا، ما نخلوش الفراغات بهذاك الجبن تاعنا مع الحراره ما يخرجناش. هكذا نضغطو مليح هكا. ومن بعد نجيبو الصينيه، اما نديرو فيها لو بابي سولفيريزي ورق الزبده، او ندهنوها بالزيت ونحطوه فيها. هنا يجي دور هاد الفيلم اللي غادي يسهل لنا الخروج نتاع الحبه تاعنا. نمسكو لو بابي ونقلعو هاد الصحن ونقلعو ونتحصلوا على حبه جميله هكذا. نكملو كاع الكميه وندخلوه الى الفرن، نشعلوه من تحت مده 20 دقيقه لان لافخس طايبه. فقط هاد لا فيونداشي ربع ساعه الى 20 دقيقه. كي طيب لنا نشعلو عليها من الفوق باه تحمر لنا، ومن بعد كي تخرج هكاك سخونه نقدو نحطو فوقها قطعه من الجبن الذوب عليها. يعني هنا اختياري، ولا نخلوها هكذاك ونقدموها. وانا نكمل ونوريها لكم بعد في صحن التحضير، وتجي رائعه رائعه جدا، لا من نظره ولا من البنه. نتمنى تجربوها وردوا لي الخبر. نوريكم تاني اللي بغى يدير حبات صغار كيما هادو صغار في هاد المول لا ميم شوز. نديرو توجور هذاك لو فيلم اليمونتير تاعنا، نديرو لا فياند هاشي تاعنا في لو فون ونطلعوها في لي باغوا. ومن بعد نديرو لا فارس، نديرو لو فرomاج، ونعاودو نغطوه باللا فياند هاشي. نغلقو مليح الجوانب هنايا شويه، نضغطو عليها قليلا ونحطوها.
هكذا ونكملو. المعمرة تاعنا بعد ما طابت جات اكسيلونت، الريحة ما خبركمش عليها شعل شابة اللي راهي هنا في المطبخ. نقسم لكم حبة باش تشوفوها. شعل جات شابة. هذه هي لافارس تبان من الداخل وتجي اكسيلونت. جربوها وردوا لي الخبر، تجي بنينه بزاف بزاف بزاف. ولا عجبتكم الوصفه والاقتراح تاع اليوم ما تنساوش باه ديروا لايك للفيديو، وما تنساوش لي كومونتير تاعكم، خبروني لسيتوها كي جاتكم، وتجي مليحه للضياف، تجي مليحه لي بريزونطابل. وما تنساوش باش تشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصدقاء باه القناة تنتشر ونواصل في هذه المسيرة بإذن الله تعالى. وإلى الملتقى حبيباتي في فيديو آخر إن شاء الله.